النهارده بقى جايبه لكم اسرار خلطه الممبار الاصليه، وكمان ازاي يطلع لونه موحد ويطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والرز كمان من جوه مستوي ومفلفل وحاجه كده فوق ما تتخيلوا. حاجه في منتهى الجمال حرفيا. شايفين عامل ازاي؟ يلا بينا نشوف الخلطه اتعملت ازاي. طبعا هقول لكم على خلطه بسيطه جدا انا دايما بعمل بيها الممبار. اول حاجه معايا كيلو من الرز، غسلته وصفيته كويس قوي. هضيف عليهم 3 بصلات كبار زي ما انتم شايفين كده، ومقطعاهم لمكعبات صغيره خالص. انا فرمتهم في الكبه، لو عايزه تقطعيهم حاجه ترجع لك براحتك جدا. وقرنين من الفلفل الحامي، انت ممكن تستغني عنهم مفيش مشكله خالص. هقلبهم بقى زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليهم كمان بكوبايه كبيره من الخضره دي مشكله كزبره وبقدونس وشبت. بس كتري الكزبره شويه، وزي ما احنا عارفين ان الممبار بيحب الخضره جدا، فكتري الخضره على قد ما تقدري، بس برضو مش زياده عن الحد. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. في الوقت ده بكون بجهز الصلصه بتاعتي، بس مجرد ما ضربتها في الخلاط، كيلو من الطماطم كده ضربتهم في الخلاط وحطيتهم مع شويه زيت على النار بس تتسبك. هنزل بكل البهارات اللي انا عايزاها، طبعا البهارات دي حاجه ترجع لك. بس كده مجرد ما اتسبكت ما حطيتش عليها اي حاجه تاني. جبتها بقى على الخلطه اللي احنا عملناها قدام بعض دي. بس كده، هي دي خلطة الممبار بجد. واي خلطة للمحشي حاجة كده تجنن. كده خلطة الممبار بتاعتنا كده جاهزة وفي ثواني، وما اخدتش مننا وقت خالص. يبقى احنا بعد كده مش هنحمل هم المحشي ولا الممبار. يلا بينا نشوف عملنا ايه تاني. انا جبت الممبار بتاعي، طبعا ده على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، وقطعته زي ما انتم شايفين كده. ده بعد ما غسلناه ونضفناه وكمان قلبناه على ظهره. انا بقى بحشيه وهو مقلوب على ظهره كده، وبسيب نسبة بسيطة من الدهون جوه الممبار زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احط صباعين الاتنين كده زي ما انتم شايفين عامل ازاي. طبعا الصورة بتتكلم او الفيديو بيتكلم. حطيت صباعي الاتنين كده جوه الممبار وبدأت احشي بكل سهولة. بس اهم حاجة ما تزوديش الخلطة في المحشي، لازم يكون متبطط معاكي كده، لازم تبططيه، ما يكونش زيادة. الرز بتاعه ما يكونش زيادة ابدا. واهم خطوة كمان نسيب الاطراف بتاعة الممبار فاضية كده، علشان لما يجي يقفل ما ينزلش منك رز كتير. شايفين؟ دي اهم تركة في الممبار. ونبططه، اهم حاجة يكون الممبار متبطط معانا كده علشان ما يكونش مكتوم، ويكون تخين قوي ومكتوم. زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى قدامكم كام واحدة. شايفة طريقة بسيطة جدا وهتعمليه في ثواني. ولو عندك حتى لو 10 كيلو ممبار هتعمليهم وهتخلصيهم مش هتحملي همهم. بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. انا هكمل بقى الممبار بتاعي كله بنفس الطريقة دي. انا كده كملت الممبار بتاعي كله او الكميه اللي معايا كلها بنفس الطريقه دي. شايفين طالع تقريبا كله نفس الحجم. هو مش نفس الحجم قوي، لكن بقدر الامكان كله بنفس الحجم. وشايفين انا مبططاه ازاي، مش مخلياه مكتوم ولا منفوخ زياده عن اللازم. دلوقتي انا هجيب حله بقى على نار. طبعا دي اللي هنسوي فيها الممبار. انا مليتها كده 3/4 ميه، وحطيت فيها طماطم وفلفل وحبهان وورق لورا، وزي ما انت عايزه طبعا. كل المطيات دي زي ما انت عايزه، بس انا ما حطيتش ملح لسه. هزود الملح بتاعي لما الممبار بتاعي يدخل في السوا او يبقى 3/4 سوا. مش هحط ملح دلوقتي، عامليه معامله اللحمه. هنزل بقى الكميه بتاعتي كلها، وبعد 10 دقايق ده بيكون شكله مش منزل رز كتير. هو لازم ينزل حاجه بسيطه لكن مش كتير. شايفين ما شاء الله بجد في منتهى الجمال. هو كده تقريبا خلاص بدأ يدخل في السوا. هنزل عليه بقى الملح بتاعي ومرقة الدجاج، ممكن مكعب واحد من مرقة الدجاج. في الوقت ده هبتدي خلاص هو استوى معايا، هبدأ هعمل الخلطة. والسر بقى اللي انا قلت لكم عليه اللي هيخلي لون الممبار موحد وكله نفس الشكل. معايا نص كوباية من اللبن، هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. بس كده هقلبهم بقى كويس قوي كده. زي ما انتم شايفين هيخلي لون الممبار موحد جدا، وده السر اللي انا قلت لكم عليه. هنزل بقى الممبار بتاعي في اللبن اللي انا عاملاه او الحليب اللي انا مجهزاه بالملح والفلفل ده. شايفين؟ هطلعه كده من الشوربة بتاعته على طول على الحليب او اللبن اللي معايا. شايفين؟ هطلعه زي ما انتم شايفين كده، بس مش هكتر كتير في اللبن. انا بس بطلع الكمية المناسبة للبولة اللي معايا او الطبق اللي معايا. هقلب بقى الكمية اللي معايا ديت في اللبن زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى واحدة واحدة اخده على الزيت زي ما هو في اللبن كده. هاخده من اللبن وهنزله على زيت ساخن، وبتكون الحرارة بتاعتي فوق المتوسطة حاجة بسيطة. يعني مش بتكون هادية ومش بتكون عالية، فوق المتوسطة حاجة بسيطة كده. هنزل بالممبار بتاعي اللي هو كان في الحليب، هنزل بيه على الزيت ده.
هيبتدي بقى يلون معايا وهفضل بقى اقلب فيه. اهم حاجه ايدك فيه يمين وشمال او من تحت لفوق كده زي ما انت شايفه، ما تسيبوهوش ابدا. شايفين بقى اللون بقى بتاعه عامل ازاي؟ موحد جدا. لما كنا بنعمله زمان ما كانش بيطلع بنفس اللون ده، كانت بتبقى واحده لون والتانية لون تاني. لكن لما عرفت السر ده حبيت ان انا اعرفكم ان الموضوع بسيط قوي، بتكة بسيطة او بتركة بسيطة خالص، لكن بتفرق جدا في الشكل وفي اللون وفي كل حاجة بجد في الوصفة بتاعتنا. شايفين بقى انا قدمته بقى بالشكل ده؟ شايفين؟ هاتولي واحدة لون والتانية لون، كله طالع نفس اللون. وعايزة اقول لكم مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه، والرز بتاعه قد ايه مفلفل كده. جربي الطريقة دي وبوعدك هتبقي أستاذة فعلا في عمايل الممبار، واللي هيدوقوا عندك هيعرف قد ايه ان انتي مميزة في عمايل الممبار. شايفين عامل ازاي؟ حاجة صدقيني في منتهى الجمال. وعايزة اقولك كمان ان احنا ضامنين نظافته، فهتاكليه بجد بنفس، وحاجة كده تشرف في اي عزومة او في اي حاجة بجد فيها مناسبة. يا ريت بقى لو وصلت لحد هنا متنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.